ها يا ابني، لسه في حد تاني ولا ايه؟ دراعي خدل. لا تمام يا ريس، خلاص كده. متأكد يعني مفيش حد تاني؟ دور كده ولا كده، اعمل ريفرش في الاخبار، جايز يكونوا حد معدي من قدام النادي مضوه ولا حاجه. اه يا ريس، مض واد كده اسمه متيابة اهو ده تقريبا. عيب. اهو ده، انا مش قايل لك اعمل ريفرش؟ يعني انا مش قايل لك شوف؟ مش انا قايل لك شوف؟ جايز يكونوا مضوا حد معدي ولا بتاع مضوه. ما هو مش كده، مش كده يا جماعه. قلت لي مين؟ موتيبا ده بتاع صن داونز. ماشي، تمام، خلاص كده، زي الفل. والله الواحد خايف كده يكون معدي بيتشمس مثلا من قدام نادي الزمالك ولا بيعمل اي حاجه، يبص يلاقيهم خطفوه مضوه. يعني مضوه على اي حاجه، مضوه على هدومه بقى، مضوه على اي حاجه، مضوه على عارف، امضي وخلاص. امضي على اي حاجه، وايه ما تفتحش بقك كتير. اصل مش ممكن يعني فجاه نادي من نادي معهوش فلوس، يعني عليه 2 مليون دولار مش عارف يحوشهم عشان يدفعهم ويفك القيد، لنادي بيجيب 12 صفقه ولا 10 صفقات ولا كانوا 11 ولا مش، انا مش عارف، بس هم صفقات كتير كده لوكشه. قايمه انا كاتبها من كتر انا مش قادر اعرف هم جابوا مين ولا مين. بس انت لو دخلت الفيديو ده، فاحنا النهارده جايين نتكلم عن صفقه الاهلي اللي اتصابت الصبح وهتقعد 21 يوم وربنا يستر، والصفقات اللي ما جاتش للاهلي اللي الاهلي كانت محتاجها. وعارف انت الزمالك والله فكرني ايه لما الست الوالده مامتك يعني تديك بقى، كانت بتديك ايه؟ تجيب لك ورقه مثلا وتكتب لك والله انا عايزه كذا وكذا 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 وكذا، تكتب لك مثلا 12 13 حاجه كده، انت بتروح للراجل تقول له والله هات لي اللي في الورق. هو حرفيا كده، يا ريس والله يا لبيب احنا محتاجين والله، يا مستر لبيب عايزين 13 صفقه، خد الورقه دي لف كده في السوق، هات لنا ال 13 صفقه وابقى ارجع لنا باذن الله. فقبل ما نبدا يا ريت تحط لايك وتشترك في القناه عشان ايه؟ تعلي الدنيا كده، عايزين نعلى شويه وبتاع. اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله، عشان النهارده سنتحدث ونتناقش عن صفقات الاهلي وصفقات الزمالك كذا. يلا نبدا. والله لو بدانا الاهلي فاحنا نبدا بالاهلي مش عشان حاجه، بس انا عشان انا عايز ابدا بالاهلي، لان الاهلي الحقيقه قدم ميركاتو غريب. يعني انت عندك 3 مراكز او هم كانوا مركزين، انت كان عندك مركزين قبل طبعا الشناوي، بس انت كان عندك مركزين محتاج فيهم لعيبه، اللي هم مين؟ عندك والله محتاج باك شمال مكان علي معلول، لان علي معلول ساعات بيتصاب او ما بيلعبش او بيتعب او اي حاجه يعني. وعندك والله محتاج مهاجم، لان موديست ده طبلنا له وزمرنا له، والهداف والمشطشط والحراق والجامد واللي ما فيش من كده، يعني ايه الجمال ده يا ابني؟ ربنا يحفظك ويحميك، كل ده حلو. بس يعني في الاخر هو يعني راجل، يعني ايه، راجل كباره وبتاع قاعد في النادي هيقعد السنه ويتكل على الله، فانت كنت محتاج مهاجم. والله الحمد لله الاداره قالت لك ايه؟ في واد فلسطيني حلو كده، مهاجم طويل وسريع ورشيق وخفيف وغزال وبتاع، اسمه ايه؟ اسمه اسامه ابو علي. اسامه ابو علي ده والله رحنا عدينا والله على السويد جبناه. ده والله امكانياته ان هو الفينش بتاعه احسن بكتير من اللي انت كنت بتشوفه، لان فينشه كويس جدا. كمان عنده ميزه ان هو برجال واسع شويه في السرعات وفي المسافات الطويله، فهو كويس. فانت والله رحت اشتريته ودفعت فيه المبلغ اللي انت كنت عايز تدفعه يعني، وجبت والله النادي حلت مشكله المهاجم. بقى لك مشكله الباك الشمال اللي انا حابب افاجئك ان انت في شهر 5، بعد شهر 5 كده يعني لما يجي الاولمبياد ان شاء الله، كريم الدبيز هيروح الاولمبياد مع منتخب مصر الاولمبي، ومش هيبقى عندك غير علي معلول لوحده. اه، ما فيش حد تاني، مفيش باك شمال. يعني انت علي معلول وبعد كده الطوفان، انت مفيش حد تاني. يعني حبيت اقول لك المعلومه دي يعني. وكمان في مركز حارس المرمى بعد اللي حصل للشناوي طبعا، في ناس بقى بتقول لك كابتن احمد شوبير طبعا اتوسط لابنه عشان ايه؟ قال لك ابني فرصته وبتاع وياخد، والله كابتن ابني ياخد فرصه وبتاع، وتوسط وبوظ صفقه ابو جبل والشغل ده. انا مش عارف بس ممكن يعني هو ممكن عادي جدا، ليه لا؟ إيه وبعديها باظت صفقه ابو جبل، والله ماشي ممكن، بس يعني انت كنت محتاج حارس ده كده كده. دلوقتي انت حتى لو جبت حارس فمالوش لازمه، لانه مش هيلعب معاك افريقيا، قائمه افريقيا انت ستفتها وبعتها، فانت شكرا كده شكرا. يعني خلاص مفيش حراس تانيين، وانت ما ان شاء الله معانا مصطفى شوبير وحمزه علاء اللي برضه هيروح الاولمبياد. شوف الدنيا، والله هيروح الاولمبياد برضه في شهر 5، وهتبقى بمصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ولا احمد مخلوف ولا مش فاكر كان اسمه ايه الصراحه. بس مفيش ده فدي غلطه جسيمه، دي حاجه لا تغتفر، حاجه غير مبرره. يعني انت المفروض ان انت محتاج حارس بديل ومحتاج باك شمال بديل. انت لا جبت حتى لو حارس اساسي، طيب حارس عنده خبره، طيب حتى لو هتلاعب شوبير يا سيدي هات حارس عارفينه مثلا، لو انت عايز تدي الفرصه لشوبير بس على الاقل يبقى كده. انما ما تلعبليش بشوبير لو حصل له اي حاجه لا قدر الله، خلاص انت مش بقول لك ان حمزه علاء وحش، حمزه علاء جامد على فكره، مستغرب وما بياخدش فرصه ليه. لكن حتى لو بعد الاولمبياد لو مصطفى شوبير لا قدر الله توقف انذارين بقى، تضييع وقت ايا كان، وما لعبش، انت هتلعب بمصطفى مخلوف. انت ما شفتوش ده قبل كده، ما تفهمش مستواه عامل ازاي، مواليد 2005. فيعني
الحمد لله الحمد لله. وبالنسبه لصفقه عمر كمال، فدي كانت الصفقه الثانيه مع وسام ابو علي. عمر كمال جاي يلعب، انت عندك محمد هاني وعندك كريم فؤاد بيلعبها، يعني انت كنت اولى تجيب باك شمال. يعني عمر كمال كويس وحلو وبتاع، بس يعني انت كنت هات باك شمال احسن. يعني عمر كمال انت عندك محمد هاني وكريم فؤاد اتنين بيلعبوا باكات، عندك اتنين باكات يمين ولا واحد فيهم كسر ال 30، روح هات بقى باك شمال الناحيه الثانيه. انا مش مقتنع برضه، يعني انا مش فاهم ليه انت ما رحتش تجيب باك شمال، انا مش فاهم ليه الحقيقه. وبالنسبه بقى لصفقات نادي الزمالك، نادي الزمالك اللي والله اي حد، اي لعيب كوره، اي واحد لمس كوره في حياته، خد يا باشا المعدل ده، انت شكلك يالا موهبه، والله شكلك موهبه، الواد ده اكتشاف، وشكله هيبقى ميسي جديد واحنا مش واخدين بالنا، شكل الواد ده محمد صلاح القادم. تعالى امضي يا باشا، امضي كده ان انت ان شاء الله معانا الموسم الجاي واللي بعده، عشان احنا محتاجين لعيب. وانت اي حد 12 صفقه اغلبيتهم صفقات كويسه واغلبيتهم صفقات جامده، بس انا عندي مشكله في صفقتين. الصفقه الاولى صفقه كابتن عبد الله سعيد، اللي في ناس معتبرها سرقه، وصفقه القرن واللعيب الجامد، وعبد الله السعيد عنده 40 سنه او 39 سنه. عبد الله السعيد قد كريستيانو، قد كريستيانو رونالدو نفس السنه تقريبا، مولودين في نفس السنه. فعبد الله السعيد هو حرفيا بياكل على قفانا عيش بالاساسيات اللي عنده، وفضل يلعب بتاع 3 4 سنين بالاساسيات اللي عنده، لان مفيش حد عنده ما فيش حد يعني عنده نفس الاساسيات اللي عند عبد الله السعيد، اللي دلوقتي بقى بيلعب بدماغه. فانت جايبه يعني هيلعب ربع ساعه في الماتش، انت كسبان 3 4 مثلا، تنزله ربع ساعه وشكرا. فيعني ده عبد الله السعيد كان يبقى سرقه لو انت خدته لما اديته ال 40 مليون، كان يبقى سرقه، لا كانت هتبقى سرقه ساعتها. هو عنده 32 ولا 31 سنه حاجه كده، يعني تاخده يديك 4 5 سنين عبد الله. لكن انت دلوقتي جايبه هو قال لك هو ذكي برضه، قال لك اختم في نادي جماهيري، والجمال والحلويات والشقاوه والجدعانه يعني. فوالله ده صفقه عبد الله السعيد، يعني صفقه هي ممكن تكون اقل صفقه كافاده فنيه، او ممكن مش من اعلى، يعني مش هنقول الاقل، بس مش من اعلى 3 4 كافاده فنيه للزمالك. يعني هو عبد الله السعيد زي ما بقول لك. والصفقه الثانيه والله صفقه سيف فاروق جعفر. يعني انت كنت بتقعد تقول على الاهلي والله انت ازاي عايزين ترجعوا رمضان ده اللي سابكوا وبتاع، وسيف فاروق عمل نفس الحاجه، اللي هو راح نادي بيراميدز عشان فلوس وياخد قرشين زياده، فما رضاش يروح الزمالك وراح بيراميدز. فهي نفس الفكره. فانت سيف فاروق جعفر دي برضه صفقه انا مش فاهمها، مع انك جايب 3 4 بيلعبوا في مركزه. يعني انا مش فاهم صفقه سيف فاروق جعفر. فيما عدا ذلك والله تعالى، بس انا كاتبها قايمه اهي، بص تعالى مع بعض نقرا بسم الله كده وسمي الله، نقرا ان شاء الله القايمه، مشتريات نادي الزمالك في الشتاء. عندك متياب، ده واد اوغندي سريع عنده 19 سنه بس واد حلو. عندك مهاب ياسر، ما اتفرجتش عليه ما اعرفش الصراحه. ياسر حمد نفس الكلام، بس اللي عرفه عن ياسر حمد ان هو الاهلي كان عايزه وحاول، بس كولر قال لهم لا يا جماعه مش مقتنع بيه قوي، مش لازم قوي، يعني مش عايزين تجيبوه والله قشطه، مش عايزين انا مش هضغط، يعني مش مشكله. حلو، ده ياسر حمد مدافع فلسطيني كان بيلعب في الدوري الهندي. عندك ناصر ماهر صفقه كويسه، صفقه هتفيد الزمالك. ناصر ماهر استعاد مستواه شويه لما راح فيوتشر، فهتبقى صفقه محترمه، يبقى عندك صانع لعب كويس. سيف جعفر اللي بيلعب مركز 8 وبيلعب مركز 10، صفقه انا مش فاهم، مش يعني اهم صفقه بقى دي بالنسبه لي، اهم صفقه الولد محمد شحاته اللي في نص ملعب الزمالك. يعني الواد محمد شحاته ده هو احسن صفقه في ال 12 صفقه. انت متخيل ده واد في نص الملعب؟ لو انت اتفرجت على المنتخب الاولمبي، واد يعني واد ديستروير على ابوه، يعني بيقطع الكرة وبيعرف يسلم باصات سليمه، كمان لعيب حريف، يعني مش لعيب مش طارق حامد. يعني طارق حامد كان جامد، بس طارق حامد فنيا مش الحريف، مش اللي يديك يعني دريبل بالكرة او كده، لا ده عنده دريبل محترم قوي بالكرة. محمد شحاته ده صفقه محترمه جدا. محمد عاطف ما اتفرجتش عليه، ما اعرفش عنه اي حاجه عشان ما اكذبش عليك يعني. مصطفى اشرف ده برده كان لعيب في نص الملعب، قال لك والله ده كان الاهلي عايزه، بس الاهلي بعدها صرف نظر، بس هو بيقول لك لعيب عنده 19 سنه لسه صغير جدا يعني، بس عنده بيقولوا ان هو لعيب كويس. واحمد حمدي بس، شكرا جزيلا. احمد حمدي برده جاي يلعب في مركز 10، لعيب راح مونتريال الكندي وكان بيقدم مستويات مش بطاله، وانت جايبه عشان يفيدك. حلو، سيبك بقى من كل ده، ما تقنعنيش، ما تقعدش بقى الجماهير الزملكاويه المحترمه اللي انت اكيد اشتركت في القناه برضو، والجماهير الاهلاويه برضو اشترك في القناه، حط لايك. اي حد بيتفرج على الفيديو ده بتشجع اسمنت المحله، مع ان مفيش نادي اسمه كده، بس لو حتى بتشجعه يعني هو اتوجد في يوم من الايام واتفرجت على الفيديو ده في يوم من الايام، يعني اشترك في القناه وحط لايك عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. فانت ما تقنعنيش ان انت جماهير الزمالك مقتنعه ان هي خدت لعيب من الاهلي، لا انت ما خدتش لعيب من الاهلي. انت كنت هتبقى خدت لعيب من الاهلي لو خدت عبد الله السعيد، بس انت ما خدتش عبد الله السعيد لما كان في الاهلي.
فانت دلوقتي احمد حمدي ده الاهلي سايبه ببلاش، اصلا الاهلي سابه وما كانش عايزه وما كانش بياخد فرصه. ناصر ماهر نفس الفكره، عبد الله السعيد الاهلي مشاه. فانت ما تقولش ان انت خدت صفقات من الاهلي، لا انت خدت لعيبه كويسه، لعيبه تقدم لك اضافه في الملعب، لعيبه عندها كوره وقدرت ان هي تستعيد مستواها لما مشيت من الاهلي. لما مشيت من الاهلي مستواها عالي بشكل كبير، وانت جايبها تستفاد منها. ما تقولش انا خدت لعيب من الاهلي. ركز في الفريق بتاعك وفي التيم بتاعك، ركز في ان انت والله جايب صفقات تقدر تديك في الملعب اكتر فتره ممكنه، وتقدر ان هي تقدم لك حلول، وان انت تقدر ترجع تاني فرقه قادره تنافس، وفرقه في افريقيا كمان ترجع في الدوري تقدر ان هي تنافس مع الاهلي وتنافس مع بيراميدز، ويبقى عندها امكانيه شرائيه كويسه. بس فانت ركز على ده بس يا سيدي. ده كل الكلام عن الاهلي والزمالك في الميركاتو. فيا ريت لو وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك، تشيك في القناه عشان يوصلك اي فيديو بننزله. سلام يا معلم.